جميع الأنظار تتوجه نحو استاد القاهرة الدولي، حيث المعركة والصراع المنتظر بين الأهلي وبيراميدز. مباراة ب6 نقاط، الفائز بها يضع قدما وأسبقية للتتويج بلقب الدوري. الأهلي وبيراميدز في قمة مستواهم هذا الموسم، مفيش فريق قادر يعطلهم. الأهلي من 23 مباراة حصل على 57 نقطة وما خسرش غير أمام الزمالك والبنك الأهلي. وبيراميدز من 27 مباراة حصل على 68 نقطة وخسر مباراة وحيدة في الجولة السادسة أمام سيراميكا كليوباترا. فتعالوا بينا نشوف مين أقوى على الورق، وإزاي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يقدر يتغلب على بيراميدز، ونتكلم عن نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز. في البداية كده بتظهر قوة المدرب مارسيل كولر حسب الأهداف المتوقعة. يعني الأهلي كان متوقع إنه يسجل 37 هدف فقط، لكنه سجل 52 هدف عشان يكون سجل 15 هدف فوق المتوقع، وهو أعلى هامش في الدوري المصري، مقابل 49 هدف لبيراميدز اللي كان يجب أن يسجل 40 هدف عشان يكون سجل 9 أهداف فوق المتوقع. لكن بقى هناك فارق في صناعة الفرص بالنسبة لفريق بيراميدز اللي صنع 337 فرصة، مقابل النادي الأهلي اللي صنع 273 فرصة. وفي كمان كده رقم مميز برضه لبيراميدز، انه سدد على المرمى 145 تسديدة، انما بقى النادي الأهلي فسدد 122 تسديدة، وده يعتبر المركز الثالث بين أندية الدوري. ولكن بقى النادي الأهلي وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا يتفوق في دقة التسديد اللي بلغت 46% مقابل 43% لبيراميدز. كما يتفوق الأهلي في تحويل التسديدات لأهداف بنسبة 15% مقابل 12% لفريق بيراميدز. في الأخير لعيبة بيراميدز لمسوا الكرة 754 مرة داخل منطقة جزاء الخصم، وهو الرقم الأعلى بالنسبة للفريق في الدوري المصري حتى الآن. إنما بقى النادي الأهلي لمسوا الكرة 589 مرة داخل منطقة عمليات الخصم. طبعا مش عاوزين ننسى هداف الدوري المصري وهو فيستون مايلي. اللاعب ده اخطر لاعب على دفاعات الاهلي من وجهة نظري، لاعب مش طويل قوي يعني 180 سم، لكنه مميز في الضربات الرأسية، ملقاط حرفيا، اي كرة عرضية يقدر يستقبلها ويسجلها هدف. حتى يعني لو كده العرضيه مش افضل حاجه، يعني لو كرة عرضيه كده بس معديه من قدامه يقدر يطلع عليها ويوجهها نحو المرمى. لاعب رشيق وخفيف داخل الصندوق، في شبه كده من مابولولو لاعب الاتحاد السكندري. لازم بقى ياسر وعبد المنعم وربيعه ايا كان مين فيهم اللي هيشارك يكونوا على اقصى درجات التركيز والاستعداد، لانهم هيواجهوا مهاجم مميز بشكل كبير جدا. ولكن في الناحيه الثانيه الاهلي بيمتلك مهاجم في فتره قصيره جدا عمل ارقام مرعبه، وهو الفدائي طبعا وسام ابو علي. يعني لو جينا نعمل مقارنه سريعه بين وسام وفيستون مايلي، فيستون مايلي مع بيراميدز في الدوري لعب 26 مباراه، يعني ساهم في 18 هدف، سجل 13 هدف وصنع 5 اهداف بمعدل مساهمه كل 102.5 دقيقه. انما بقى عندك وسام ابو علي مع الاهلي لعب 11 مباراه في الدوري، سجل او ساهم في 11 هدف، سجل 8 وصنع 3 بمعدل مساهمه كل 63 دقيقه فقط، وده معدل عالي جدا. وكمان شفنا شموليه اكتر من وسام، سجل من اكتر من طريقه واكتر من شكل ووضعيه، ولكن ده ما بيقللش اطلاقا من امكانيات مهاجم بيراميدز اللي بيمثل قوه كبيره جدا للفريق الازرق. نقاط قوة بيراميدز بقى فهي في الجبهة اليمين بتاع بيراميدز بقيادة مصطفى فتحي، وتحته أفضل باك يمين في الدوري من وجهة نظري وهو الشيبي اللي بيمول فيستون عرضيات بشكل مستمر، فلازم كورة يثبت كريم فؤاد ويضم معاه محمد عبد المنعم ويلعب ب2 ديفندرات رقم 6 عشان يمسك نص الملعب، عكس الماتشات الثانية انه كان بيلعب بواحد بس مروان او اكرم، وبيلعب قدام امام والسولية او امام واكرم كلاعبين رقم 8، لانك بتواجه فريق قوي جدا جدا في نص ملعبه وخطه الامامي، فهتحتاج اكرم ومروان واحد منهم يرحل مع كريم فؤاد عشان تقفل الجبهة القوية اللي قلنا عليها، وهنحتاج بقى واحد منهم يفضل على الدايرة وعلى العمق عشان يمسك منطقة نص الملعب، وهتحتاج من الوينج اليمين بتاعك انه يرجع ويعمل مساندة مع الباك اليمين عشان ابراهيم عادل لاعب خطير جدا ولا يستهان به اطلاقا. وبس كده، ده كان كل حاجة معانا عن الماتش. نتقابل بعد الماتش في حلقة جديدة وان شاء الله يكون الاهلي واخد ال3 نقاط. سلام.